السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ويجوفي. حقنة واحدة في الأسبوع بتخلي الناس تخس 15% من وزنهم. بس هل ويجوفي فعلا الحل المثالي لكل الناس اللي بتدور على التخسيس، ولا في تفاصيل مهمة لازم نعرفها قبل ما ناخد القرار؟ النهاردة هقولك كل حاجة بالأدلة من غير تهويل ومن غير مبالغة. أولا، إيه هو ويجوفي؟ ويجوفي هو دواء قابل للحقن تحت الجلد، بيتاخد مرة في الأسبوع ومصرح بيه من هيئات زي ال FDA وال EMA لإدارة الوزن وتقليل مخاطر القلب، خصوصا للناس اللي عندهم سمنة أو زيادة في الوزن ومعاها مشاكل صحية تانية زي الضغط أو السكر أو الكوليسترول. المادة الفعالة اللي فيه اسمها سيماجلوتايد، ودي نفس المادة اللي في الأوزمبيك لكن بجرعة أعلى مخصصة للتخسيس أكتر. إزاي بيشتغل؟ ويجوفي بينتمي لمجموعة أدوية اسمها GLP-1 ريسبتور اجونستس، بيشتغل على 3 حاجات أساسية: بيزود الإحساس بالشبع، بيقلل الإحساس بالجوع والرغبة في الأكل، بيبطئ تفريغ المعدة، يعني الأكل بيفضل فترة أطول فتشبع أسرع. والنتيجة تقليل في كمية الأكل والسعرات، وبالتالي فقدان في الوزن مع الوقت. نيجي بقى للجزء المهم: ما مدى فعالية علاج ويجوفي لعلاج السمنة؟ حسب الدراسات هقول لكم فعاليته ل3 حاجات: تقليل الوزن، وتقليل مخاطر أمراض القلب، وتحسين المؤشرات الصحية الأخرى. واحد، فعاليته لفقدان الوزن. في دراسة نشرت في مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين شارك فيها 1961 شخص عندهم سمنة أو زيادة وزن مع مشاكل صحية، بعد 68 أسبوع من استخدام ويجوفي 2.4 مللي جرام أسبوعيا مع نظام غذائي منخفض السعرات ونشاط بدني. متوسط فقدان الوزن كان حوالي 15% من الوزن الأساسي. 83% من المشاركين خسروا 5% أو أكتر من وزنهم، مقارنة ب 31% من مجموعة الدواء الوهمي أو البلاسيبو. و66% خسروا 10% أو أكتر، و30% خسروا 20% أو أكتر من وزنهم. 2. تقليل مخاطر أمراض القلب. في دراسة شملت أكتر من 17 ألف شخص عندهم أمراض قلب وسمنة أو زيادة في الوزن، أظهرت أن استخدام ويجوفي قلل من خطر الأحداث القلبية الكبرى زي الوفاة القلبية، النوبات القلبية، والسكتات الدماغية بنسبة 20% مقارنة بالدواء الوهمي أو البلاسيبو. 3. تحسين المؤشرات الصحية الأخرى. بالإضافة لفقدان الوزن، ويجوفي أظهر تحسينات في مؤشرات صحية مهمة جدا، زي محيط الخصر انخفض بمعدل 5.3 بوصة، وضغط الدم الانقباضي انخفض بمعدل 6.2 ملم زئبق، والدهون الثلاثية انخفضت بنسبة تقريبا 22%. بعد ما عرفنا فعالية علاج ويجوفي، تعالوا نشوف مناسب لمين. واحد، أي حد بالغ أو مراهق فوق 12 سنة عنده سمنة، واللي بيحدد عندك سمنة ولا لأ بشكل علمي هو معدل كتلة الجسم أو BMI. لو مؤشر كتلة الجسم عندك 30 أو أكتر، كده أنت مصنف مريض سمنة، ولو عايز تعرف إزاي تحسبها هتلاقي الطريقة في الفيديو ده. 2. لو زيادة وزن فقط بدون سمنة، يعني مؤشر كتلة الجسم بتاعك 27 أو أكتر، ومعاك مشكلة صحية تانية زي الضغط أو السكر، وكمان مصرح بيه للناس اللي عندهم أمراض قلب ووزن زائد علشان يقللوا خطر الجلطات. لكن علاج ويجوفي مش لأي حد، فهو مش مناسب للأطفال تحت 12 سنة، ومش بيتاخد مع أدوية تانية فيها نفس المادة الفعالة أو من نفس الفئة العلاجية. وطبعا لازم قبل ما تستخدمه هو أو أي علاج آخر تستشير الطبيب الأول. طيب تعالوا نروح لطريقة الاستخدام. بيتاخد حقنة تحت الجلد في منطقة البطن أو الفخذ أو الدراع كل أسبوع، والجرعة بتزيد بالتدريج على مدار 16 أسبوع علشان نقلل مشاكل المعدة. وخد بالك مش بيتاخد لوحده، لازم معاه أكل أقل وحركة. طيب الآثار الجانبية بتاعته إيه؟ زي أي دواء قوي في أعراض جانبية. أولا، الأعراض الشائعة: غثيان، ترجيع، إسهال أو إمساك، وجع في المعدة، صداع، دوخة، شعور بالانتفاخ. ثانيا، الأعراض الأخطر وبتبقى نادرة شوية: التهاب في البنكرياس أو مشاكل في المرارة، أو يجيلك حساسية شديدة من العلاج. وبالنسبة للناس اللي عندهم سكر، ممكن يحصل انخفاض في السكر خصوصا لو بياخدوا أدوية تانية. ومهم نعرف إن الأعراض دي غالبا بتقل مع الوقت، بس لازم تكون تحت إشراف طبي. بس خد بالك، ويجوفي مش عصاية سحرية. في ناس بتبدأ وتتصدم إن الوزن ما بينزلش زي ما كانوا متخيلين، لأنه أداة فقط مساعدة، مش بديل للوعي والنظام الصحي المظبوط والمجهود. ولو وقفته فجأة الوزن ممكن يرجع بسرعة ويمكن أكتر من الأول. عشان كده دايما بننصح إنه يبقى معاه نظام غذائي مناسب وممارسة رياضة 90 دقيقة على الأقل في الأسبوع. طيب نختار ويجوفي ولا أوزمبيك؟ سؤال بيتكرر كتير. الاتنين فيهم نفس المادة الفعالة سيماجلوتايد، ولكن
أوزمبيك معتمد لمرضى السكر من النوع التاني، ويجوفي معتمد للتخسيس وبيحتوي على جرعات أعلى مناسبة لهذا الغرض، وممنوع طبعا يتاخدوا مع بعض. نقاط مهمة قبل الاستخدام: ويجوفي بيستخدم بوصفة طبية فقط، وما ينفعش للسيدات الحوامل أو المرضعات، وما ينفعش للناس اللي عندهم تاريخ شخصي أو عائلي مع بعض أنواع سرطان الغدة الدرقية. وأخيرا، ويجوفي دواء فعال ومبني على علم ودراسات، بس زيه زي أي علاج ليه استخدامات وشروط وتحذيرات. استشير طبيبك الأول وافهم حالتك الصحية كويس، وخد القرار المناسب لجسمك مش للترند. وفي النهاية، لو استفدت من الفيديو شاركه مع أي حد بيفكر يبدأ في علاج ويجوفي. ولو أنت بتفكر كتير في موضوع نزول الوزن، في الفيديو ده هقولك ليه نزول الوزن مش دايما معناه صحة أفضل، وإزاي ممكن توصل للوزن المثالي، وتحسب الأرقام اللي ضروري تتابعها في رحلتك لنزول الوزن، زي البي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم اللي اتكلمنا عنه، بخطوات علمية وبسيطة.